السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى نعمل البيتزا بالعيش البيتي بطريقة سهلة ومن غير ما نعمل بقى عجينة ونستناها تخمر والكلام ده كله. ده للأكل ايه الليلي السريع أو الفطار السريع. هنا جبنا الصينية ودهناها سمنة من تحت وجبنا الرغيف العيش البيتي وبدأنا نفصل الوش عن الظهر بالطريقة دي. طبعا هنسيب من الجناب كده زي ما انتوا شايفين عشان اما نحط البيض الجبن الحاجات دي ما تخرجش برا. وهنبدأ نحط الرغيف وهنقلب بقى القطعة دي، مش هتترمي، هنقلبها كده بالطريقة ديت ونحطها ونبدأ ندخلها من الجناب بالطريقة دي في الحتت ديت. طبعا هنحتاج بيض وجبنة موتزاريلا، زيتون، فلفل لو عندك فلفل، مفيش مش مشكلة، طماطم. هنجيب البيض ونقلبه كده كويس اوي، هنحط عليه كمون وفلفل اسود وملح بسيط عشان لو هتحطي جبنة رومي بتبقى حادقة عامة يعني او ميكس جبن. حطيت انا ملح بسيط وبتبدأي توزعي البيض بالطريقة ديت كده عشان تدخليه في الجناب من تحت بالطريقة دي. وبعدين بقى السمنة طبعا بدرجة حرارة الغرفة، هتبدأي تنزلي بالسمنة كده بالطريقة ديت. وبعدين هننزل بقى بالجبنة الموتزاريلا بالكمية اللي انت عاوزاها. في ناس بتحب عليها جبنة الموتزاريلا بسيطة وناس بتحب عليها الجبنة الموتزاريلا كتيرة. احنا نزلنا بالجبنة الموتزاريلا اللي عندي كلها او بالطريقة ديت. وبعدين كنت مقطعة طماطم قطع صغيرة، نبدأ نوزعها على الرغيف كله. زيتون، عندك فلفل تحطي فلفل، ما عندكيش المتواجد في البيت هتحطيه. هنكون بقى مسخنين الفرن على درجة حرارة متوسطة وهندخلها الفرن. طبعا هنعمل بقى واحدة تانية بلانشون، ويعني هعمله نص لانشون ونص عادي بيض بس كده عشان اللي بيحبها بالطريقة دي اللي بيحبها بالطريقة دي زي ما ايه حابين يعني. وهندخلها الفرن. ودخلناها الفرن بقى بعد ما طلعت اهوت الجبنة سايحة اهي وبتتمط وطعمها تحفة زي البيتزا بالظبط، بس الفرق ان ده عيش والتانية عجينة ودي بقى البيتزا السريعة. هنبدأ بقى نقطعها بالطريقة اللي احنا عاوزينها. والعيش بقى من تحت بقى انا بحب كمان ايه احمصه شوية كده بتبقى الطعم تحفة. والعيش بيبقى مقرمش من تحت ومن فوق طرية زي ما انتوا شايفين اكنها عجينة بس طعمها جميل. استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وشكرا.